السلام عليكم. إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، مرحبا بكم. معكم صاحب قناة بستيوب. اليوم سأتحدث عن الحادثة الخطيرة، وأصفها بالخطيرة لأنها فعلا خطيرة وسابقة. لم تحدث من قبل، حدثت من قبل لكن تم التستر عليها في زمن المدرب بن شيخة، عندما رفع اللاعبون الأرجل في مباراة المغرب. ولكن هذه المرة خرجت إلى العلن، واللاعبون قبل مباراة الكاميرون هناك من اللاعبين من طالب بإدخال لاعبين آخرين في التشكيلة الأساسية والتدخل في عمل المدرب في سابقة لم تحدث من قبل. حتى أن إسلام سليماني على سبيل المثال الحصر طالب بياسين إبراهيمي أن يكون أساسي. يعني لم يحدث من قبل أن تحدث مثل هذه التصرفات قبل مباراة مهمة، مباراة الأولى في تصفية كأس العالم. أنت يا ياسين إبراهيمي ويا سفيان فيغولي ويا أي لاعب يجلس في الاحتياط للمنتخب الوطني الجزائري، أصلا التواجد في المنتخب الوطني الجزائري هو تشريف، شرف لك أن تكون في المنتخب الوطني الجزائري. هذا منتخب وطني جزائري، منتخب الجزائري يمثل بلادي، يمثل الشعب. تجيو ديرو كومبلوات، هذا يقولوا أنا ندخل وهذا يدخل بالسيف ولا نحاوزو لونطرينور. يا خاوتي الواحد سبحان الله وين وصلنا. أنا أتوجه برسالة إلى السيد محمد روراوة. يرجى الآن الابتعاد عن التفكير في الجانب التجاري والمالي والمداخيل وإلى غير ذلك، لأن الآن اسم الجزائر راهو في اللعب. يجب عليه الضرب بيد من حديد وطرد كل اللاعبين الذين تدخلوا في صلاحية المدرب والذين لجأوا إليه من أجل. هناك بعض اللاعبين كسليماني ومجاني وإبراهيمي وفيغولي توجهوا لمحمد روراوة مباشرة. يعني سبحان الله وين لحقنا، شغل الوجه صحيح وعادي وشغل ما كاش مدرب ما كوالو. قالوا تسمى كي تفسخ العقد مع لونطرينور، حنا في مباراة نيجيريا نقدموا أداء مليح ونوليو بنتيجة إيجابية. وين وصلنا. أطلب أنا من الحاج محمد روراوة بطرد كل اللاعبين الذين كانوا في تكتل، كل اللاعبين الذين ساهموا في هذه الحادثة الخطيرة التي تحدث لأول مرة علنية. انت لاعب المنتخب يا سيدي ما ساقوش كاس العالم، كاع ما نروحوش كاس العالم، نروحو نلعبوا تصفيات لي ماتش اللي بقاو نكملوهم بالاشبال، نلعبوا بالمينيم، نلعبوا بالكادي، نلعبوا بمحليين اللي جات. المهم ما كاش هذه عقلية الشواكر في المنتخب. هذا منتخب وطني، هذا منتخب وطني جزائري يمثل الجزائر، يمثل الشعب الجزائري. ما تجيش دير شي كور وتقول نلعب اليوم بالسيف. انت في ليكيب تاعك داير كي الاخرى كي الدجاجه وتجي هنا تولي سردوك. سبحان الله الواحد حتى سبحان. على كل ننتظر ما سيحدث في الساعات القادمه. اكيد سيكون هناك كلام فارغ ودبلوماسي، روراوة سيفتح تحقيق وكلام الفارغ، وفي الأخير سنجد أن في المباراة القادمة نيجيريا منصوري ونغيز سيقومان بتدريب المنتخب الوطني مؤقتا. يعني لا يقومان بتدريب، هما كذلك موجودان خضرة فوق الطعام كما نقولوا. على كل الله يجيب بالخير، هذا ما كان. وشكرا على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم. ومجاني وإبراهيمي وفيغولي توجهوا لمحمد روراوة مباشرة. يعني سبحان الله وين لحقنا، شغل الوجه صحيح وعادي وشغل ما كاش مدرب ما كوالو. قالوا تسمى كي تفسخ العقد مع لونطرينور، حنا في مباراة نيجيريا نقدموا أداء مليح ونوليو بنتيجة إيجابية. وين وصلنا. أطلب أنا من
الحاج محمد روراوة بطرد كل اللاعبين الذين كانوا في تكتل، كل اللاعبين الذين ساهموا في هذه الحادثة الخطيرة التي تحدث لأول مرة علنية. جزائري، هذا منتخب وطني جزائري، منتخب الجزائر يمثل البلاد، يمثل الشعب. تجيو ديرو كومبلوات، هذا يقولوا انا ندخل وهذا يدخل بالسيف ولا نحاوزو لونطرينور. يا خاوتي الواحد سبحان الله وين وصلنا. انا اتوجه برسالة الى السيد محمد روراوة، يرجى الان الابتعاد عن التفكير في الجانب التجاري والمالي والمداخيل والى غير ذلك، لان الان اسم الجزائر راهو في اللعب. يجب عليه الضرب بيد من حديد وطرد كل اللاعبين الذين تدخلوا في صلاحية المدرب والذين لجأوا إليه من أجل، هناك بعض اللاعبين كسليماني. السلام عليكم إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، مرحبا بكم. معكم صاحب قناة بستيوب. اليوم سأتحدث عن الحادثة الخطيرة، وأصفها بالخطيرة لأنها فعلا خطيرة وسابقة، لم تحدث من قبل، حدثت من قبل لكن تم التستر عليها في زمن المدرب بن شيخة عندما رفع اللاعبون الأرجل في مباراة المغرب، ولكن هذه المرة خرجت إلى العلن واللاعبون قبل مباراة انت لاعب المنتخب يا سيدي ما ساقوش كاس العالم كاع، ما نروحوش كاس العالم، نروحو نلعبوا تصفيات لي ماتش اللي بقاو نكملوهم بالاشبال، نلعبوا بالمينيم، نلعبوا بالكادي، نلعبوا بمحليين اللي جات. المهم ما كاش هذه عقلية الشواكر في المنتخب. هذا منتخب وطني، هذا منتخب وطني جزائري يمثل الجزائر، يمثل الشعب الجزائري. ما تجيش دير شي كور وتقول نلعب اليوم بالسيف، انت في ليكيب تاعك داير كي الاخرى كي الدجاجه وتجي هنا تولي سردوك. سبحان الله الواحد حتى سبحان. على كل ننتظر ما سيحدث في الساعة القادمة. أكيد سيكون هناك كاميرون، وهناك من اللاعبين من طالب بإدخال لاعبين آخرين في التشكيلة الأساسية والتدخل في عمل المدرب في سابقة لم تحدث من قبل، حتى أن إسلام سليماني على سبيل المثال الحصر طالب بياسين إبراهيمي أن يكون أساسي. يعني لم يحدث من قبل أن تحدث مثل هذه التصرفات قبل مباراة مهمة، مباراة الأولى في تصفيات كأس العالم. أنت يا ياسين إبراهيمي ويا سفيان فيغولي ويا أي لاعب يجلس في الاحتياط للمنتخب الوطني الجزائري، أصلا التواجد في المنتخب الوطني الجزائري هو تشريف، شرف لك أن تكون في المنتخب الوطني الجزائري.